تحت امرك يا فندم. كابتن اسماعيل مبروك اولا. كابتن اسماعيل الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا كابتن. السؤال التقليدي اللي كنا دايما بنساله في الاستوديو او بندور هنتكلم عليه، لماذا لم يسعى فريق الزمالك الى احراز مزيد من الاهداف حتى ان هو يتلاشى ما حدث له قدام طلائع الجيش، خاصه ان احنا شايفين ما فيش مباراه سهله، بس الى حد ما كان فريق الانتاج النهارده سهلت كمان، خاصه بعد طرد وجيه عبد العظيم في الدقيقه 30. نعم بعد فرض ودت يا استاذ محمد التعليمات اللي قالها كابتن حسن بين الشوطين، لان برضه حسينا ان في بعض اللعيبه يعني في التركيز بتاعهم قل شويه، وان احنا نكسب في اي وقت وان احنا ممكن نخلص في اي وقت، وده اللي حذر منه كابتن حسن يمكن بين الشوطين، واللي حذر منه حصل يعني في وقفه غلط من عندنا من الجزء الخلفي يعني. صلاح كره جول، وابتدينا بقى نشتغل من جديد، وابتدينا يبقى في سرعه ويبقى في تركيز ويبقى في نشاط. طبعا التوفيق الغير عادل النهارده النادر ساعد حال ان احنا طبعا من احراز 3-4 اهداف كمان، واحنا برضو ما كانش في التركيز اللازم ان احنا ننهي الهجمات، خصوصا بعد ما جبنا الثالث كان الجيم اتفتح بالنسبه لنا اكتر. تغييرات طبعا احنا الفكره فيها ان نقفل نص الملعب لما طلع رزاق، ويبتدي حازم امام يشتغل من الجبهه اليمين، ونحدث شيكابالا من ناحيه الشمال ناحيه عبد الشافي يقدر يشتغل او يعمل مع حازم جبهه. ولما لقينا احنا مسكنا نص الملعب بثلاثه ديفندر، برضه نزلنا احمد جعفر كبديل لمحمد سمير، ان احنا نلعب بثلاثه ديفندر بعمر جابر وابراهيم صلاح واحمد توفيق، اللي انا شايفه النهارده كان نجم من نجوم المباراه الحمد لله. طب كابتن اسماعيل، النهارده في معضله في حكايه انك انت كيف كجهاز فني انك انت توائم بين تثبيت التشكيل وفي نفس الوقت تعطي اكبر فرصه اكتر لاكبر عدد من اللعيبه، خاصه ان الموسم كبير والمباريات متتاليه. نعم يعني في صح يا استاذ محمد، يعني كل 4 ايام المباراه دي التشكيل هيبقى او القوام الاساسي هيبقى ثابت بنسبه 70%. انما بيبقى في تغييرات، يعني مرغني جاله شد في الضمه وممكن يغيب اسبوع كمان. نعم. فوجود احمد توفيق ولد صغير ديفندر تقيل في نص الملعب نقدر نشتغل بيه، عمر جابر الديفندر الثالث بتاعنا نشتغل بيه، يعني بقى في تغييرات بس مش في القوام الاساسي، يعني مش معقول نغير 6 أو 7، يعني التغيير الوحيد النهارده بالنسبه لنا او هم تغييرين نزول رزاق بدل واحمد توفيق بدل مرغني. نعم. لكن طبعا المباراه بالنسبه لنا لما تبقى فيها نتيجه مريحه او افضل بنقدر بندفع بعض اللعيبه اللي تقدر تاخد حساسيه المباريات. رايك كيف اداء رزاق النهارده يا كابتن اسماعيل؟ والله بدايه كويسه، يعني هو دخل النهارده طبعا بعد التزامه وما دخلش المباراه اللي فاتت لان قبلها كان قاعد 4 ايام ما بيتمرنش يعني الموضوع بتاع المستحقات الماليه بتاعه ده. انما بدايته النهارده انا شايفه ان هي كويسه، ولو جات له فرص من اللي كانت لبقيه الفرقه اعتقد ان هو كان هيهدف يعني. كابتن اسماعيل اسالك اين محمد ابراهيم؟ يعني لعيب ظهر بمظهر جيد جدا، تألق مع الزمالك الموسم الماضي، تألق مع منتخب الشباب واحيانا مع المنتخب الاولمبي، لكنه على دكه البدلاء. هل هناك فرصه لهذا الناشئ؟ طبعا محمد من اللعيبه المميزه، والنهارده بس ظروف الجيم كان هيبقى بديل اساسي، يعني انا بقول على محمد ابراهيم دايما بديل اساسي لانه لعيب صانع لعب على مستوى كبير، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى ليه دور كبير جدا مع الفرقه. كريم الحسن هل هو جاهز لو احتجتوا له المباريات يشارك بشكل اساسي؟ النهارده اعجبنا باحمد توفيق زي ما انت قلت انه لعب ظروف اصابه المرغني لكنه ظهر بمظهر جيد، هل نفس الامر كريم الحسن؟ انا بس عايز اجاوب على سؤالك كابتن احمد برضه سؤال جميل. كريم ايه لحد دلوقتي ما لعبش ليه؟ تمام. هو سؤال حضرتك بس انا بقلبه بقى، يعني نعم. هو كريم من اللعيبه مميزه جدا، ولد صغير مواليد 92 على مستوى عالي جدا. احنا بس ما جاش معانا فتره الاعداد. ايوه. في النمسا قعدنا 14 يوم ما جاش. صحيح. ده ما انصهرش على طريقه لعب الفرقه، وبرده احنا هو جديد على الدوري المصري، فقلنا ان هو يتفرج ويشوف ويتابع كتير، واعتقد ان هيبقى ليه فرصه كبيره في الفتره اللي جايه. طيب كلام ممتاز. خليني اسالك عن صبري رحيل، وانا سعيد جدا انه هذا اللاعب عاد من جديد بقى في دكه البدلاء بعد ما كان قريب من الرحيل. يعني هل برضه صبري رحيل
طبعا عبد الشافي في حاله رائعه، ما حدش يقدر يقول انه يقعد احتياطي، لكن صبري رحيل بيظهر بمظهر جيد في المباريات الوديه في التدريبات، وبرضه لو خد الفرصه هيأدي بشكل جيد. كابتن قريب قريب يا كابتن، يعني هو احنا اتفقنا مع استاذ محمد ان القوام الاساسي، يعني حضرتك الاربعه الخمسه اللي حضرتك قلتهم لو لعبوا مره واحده تبقى في مشكله، اكيد في هزه في الشق التكتيكي بتاع الفريق او القوام ككل. انما صبري بصراحه بيأدي كويس جدا في التدريبات، مش كويس في المباريات الوديه. قريب خالص ان هو يلعب يا كابتن احمد، لان برضه عبد الشافي كان صعب جدا ان يقعد دلوقتي. طبعا يعني بسم الله ما شاء الله على الولد، ربنا يبعد عنه شر الاصابات يعني. لكن الجميل بقى يا كابتن احمد ان احمد سمير كان قاعد فتره كبيره احتياطي الحازم. احمد اساسي وحازم بقى بديل، والاثنين ما فيش مشكله، ده يلعب ده يلعب. صحيح. يعني الروح اللي موجوده الحمد لله رب العالمين. انا شايف ان في اقرب فرصه اي حد فيهم ممكن يبدا وممكن يلعب. بصراحه متناهيه، ما هو موقف ميدو؟ والله صراحه متناهيه. ميدو كان عنده مشكله كابتن التمرينه اللي قبل مباراه الجيش، الكوره ثابته، جاله حاجه بسيطه خالص في السمانه. يعني عمل سونار وعملنا عليه اشعاعات، يعني طلع ان هو محتاج راحه 4 ايام. ان شاء الله باذن الله يوم الاحد هيكون موجود معانا وتدريجيا ويبقى موجود، لان طبعا ميدو خساره كبيره بالنسبه لنا. يعني كابتن اسماعيل، هل في اي مشكله بين الجهاز الفني وميدو؟ اقسم لك بالله ما في، واسال ميدو. يعني انا وميدو حتى لو سمعنا دلوقتي يطلع ومتصرح له ان هو يتكلم. يعني لا خالص خالص. ميدو نفسه هو اللي يقدر يرد على السؤال ده. احنا بالنسبه لنا كابتن احمد ممتاز، من هنا ومن هنا ومفيش. في ناس متربصه، في ناس هل شايف ان في ناس متربصه تتلكك على اي حاجه بتحصل؟ اصابه ميدو، وانا عرفت ان جربتوه يوم المباراه عشان يصطنعوا مشكله بين ميدو وبين الجهاز او يعملوا مشاكل داخل نادي الزمالك. كابتن اسماعيل، احب اقول لك كابتن احمد، ميدو كان في ال 18 في مباراه الجيش ومعتمدين عليه اعتماد اساسي. هو حس ان فيها وجع، فقال يا كابتن اسماعيل لو سمحت ممكن انزل عشان ابقى امين معاكم وامين مع نفسي، انزل اجربها مع الكابتن اسامه نبيل. خدت اذن الكابتن حسن، ميدو نزل الملعب في اول جاريه حس بيها، جه قال يا كابتن اسماعيل انا مش قادر احط حد سليم 100%. ادي روح ميدو. جميل. يعني ده اللي حصل بالظبط بالحرف. ممتاز. وانا جدا وما فيش ادنى مشكله. ممتاز. التحكيم النهارده كان كويس؟ التحكيم كويس. يعني ولا لينا ولا علينا، احنا عايزين حد كويس على طول يا رب. انت قلت انا عايز الزمالك ياخد حقه، تشعر الزمالك خد حقه النهارده؟ فين؟ لا الحكم مدحت فين؟ يعني ولا لينا ولا علينا، الراجل بيحكم بمرض ربنا. يعني حتى لو في بعض الاخطاء البسيطه ما فيش مشكله خالص. فيها مش مؤثره على التيم يعني. كابتن اسماعيل يوسف، كل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله وموسم طيب للجميع يا رب. اشكرك شكرا جزيلا كابتن اسماعيل يوسف المدرب